بص يا سيدي، سيدنا النبي واقف يصلي بكل الانبياء اللي انزلهم ربنا. اكيد المشهد ده كان مشهد عظيم. سيدنا النبي بيصلي بكل الانبياء في المسجد الاقصى، وبعدها يطلع للسماء للقاء الله سبحانه وتعالى. تخيل المكان ده عظيم قد ايه. المسجد الاقصى تاني مسجد اتبنى على الكرة الأرضية. بناه سيدنا آدم واتبنى بعد المسجد الحرام ب40 سنة. عمره سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا إسحاق وابنه سيدنا يعقوب من بعده، لحد ما نوصل لسيدنا سليمان اللي جدده بعد سنين طويلة. اتسمى بالمسجد الأقصى لأنه بعيد عن المسجد الحرام، واسمه بيت المقدس لأنه بيت منزه ومطهر، وربنا قال عليه الأرض التي باركنا فيها. المسجد الأقصى عاش فيه أنبياء كتيرة. المسجد الأقصى كان قبلة المسلمين قبل الكعبة، وفضل القبلة الأولى لحد بعد الهجرة ب17 شهر تقريبا، لحد ما تحولت القبلة للمسجد الحرام في مكة. المسجد الأقصى هو كل ما دار حواليه السور، موجود في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من مدينة القدس القديمة. المسجد اللي بنشوفه في الصور وليه قبة ذهبية ده مش المسجد الأقصى، ده جزء منه واسمه مسجد قبة الصخرة. والمسجد اللي ليه قبة رصاصي برضه مش المسجد الأقصى، ده اسمه المسجد القبلي، والاتنين دول جزء من المسجد الأقصى. المسجد الأقصى سور كبير وجواه المسجدين دول وأرض واسعة ومفتوحة. ونروح لمسجد قبة الصخرة ونروح للصخرة نفسها. الصخرة دي كانت قبلة اليهود بعد سيدنا موسى، وده كان عن تشاور بينهم مش أمر إلهي. يقال إن الصخرة دي اللي صعد منها النبي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام للسماء. سيدنا عمر بن الخطاب يدخل بيت المقدس سنة 15 هجرية ويلاقي في قاذورات على الصخرة ويؤمر بتنظيفها. سيدنا عمر جاب سيدنا كعب الأحبار. سيدنا كعب الأحبار كان من علماء اليهود وأسلم بعد كده. سيدنا عمر سأله عن مكان ينفع يتبني فيه مسجد للمسلمين. كعب الأحبار كان عالم ليه تقله في الديانة اليهودية. كعب الأحبار قال لسيدنا عمر ابني المسجد ورا الصخرة في اتجاه الكعبة. سيدنا عمر اتضايق من الكلام ده. سيدنا عمر اعتبر الكلام ده تعظيم للصخرة اللي هي قبلة اليهود مش قبلتنا. سيدنا عمر رضي الله عنه ما يسمعش كلامه. سيدنا عمر بنى المسجد اللي هو المسجد القبلي دلوقتي، وكان المسجد قدام الصخرة مش وراها وبيتجه للكعبة. الصخرة فضلت مكشوفة لفترات طويلة من الزمن، والصحابة والتابعين كانوا سايبينها. في كهف تحت الصخرة معمول فيه مصلى، لما تدخل الكهف ده تحس الصخرة متعلقة في السماء. بعد كده يجي عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي ويقرر إنه يبني مسجد على الصخرة دي، ويتبني مسجد قبة الصخرة سنة 65 هجرية. ويقال إن ده أقدم أثر إسلامي معماري موجود لحد دلوقتي. وتعدي السنين لحد ما يجي الاحتلال الصليبي سنة 493 هجرية. الجيوش الصليبية حولت المسجد لكنيسة، وبنوا فوق الصخرة المذابح وحطوا الصور والتماثيل، لحد ما يجي صلاح الدين الأيوبي ويفتح القدس سنة 583 هجرية. صلاح الدين طهر مسجد قبة الصخرة من كل اللي كان فيه، وجه من بعد ملوك الدولة الأيوبية واللي كانوا بيهتموا بمسجد قبة الصخرة. وفضل الاهتمام والعناية بمسجد قبة الصخرة على مدار سنين طويلة. السؤال بقى، ليه اليهود مسيطرين عليه؟ اليهود بيقولوا ان سيدنا سليمان بنى الهيكل بتاعه فوق جبل موريا، الجبل اللي فوقه المسجد الاقصى، وكلمة هيكل بالعبرية يعني بيت الاله. اليهود شايفين ان المكان ده كان بتاعهم من قبل خروجهم من الارض المقدسة، وتلاقيهم بيقولوا ان احنا عايزين نبني الهيكل مرة تانية، وعلى اساس الكلام ده اتبنت دولة اسرائيل اللي احنا عارفينها دلوقتي. هتسألني وتقول لي هو اليهود كان ليهم دولة اصلا؟ هقولك ايوه، بس ما تقلقش، احنا احق بالارض والمسجد الأقصى وفلسطين بتاعتنا. وتعالى نرجع بالزمن فترة كبيرة. هنرجع لقصة سيدنا يوسف. سيدنا يوسف ابن النبي يعقوب ابن النبي إسحاق ابن الخليل إبراهيم. وسيدنا يعقوب كان لقبه إسرائيل. سيدنا يعقوب وأولاده ال12 كانوا عايشين في فلسطين. فلسطين في الوقت ده كانت تحت حكم بني كنعان واللي أصلهم عربي. بعد كده سيدنا يعقوب وأولاده يروحوا يعيشوا في مصر لما كان سيدنا يوسف حاكم ليها. وخلي بالك إن بني إسرائيل هم أبناء سيدنا يعقوب. الهكسوس كانوا بيحكموا الجزء الشمالي من مصر وقتها، ومع الزمن بني إسرائيل بقوا 12 قبيلة. وفي قصتين اللي حصل لبني إسرائيل في مصر. القصة الأولى إن الهكسوس فضلوا يحكموا مصر بعد موت سيدنا يوسف، ولكنهم عذبوا بني إسرائيل واستعبدوهم. والقصة الثانية إن المصريين طردوا الهكسوس بره مصر، ولكنهم يعذبوا بني إسرائيل ويستعبدوهم لأنهم كانوا حلفاء الهكسوس. أنا عن نفسي بميل للقصة الأولى، إن الهكسوس فضلوا يحكموا مصر لحد ظهور سيدنا موسى، لأن زوجة فرعون حسب المؤرخين اسمها آسيا بنت مزاحم، والاسم ده مش باين عليه إنه مصري زي نفرتيتي وحتشبسوت والأسامي المصرية القديمة اللي إحنا عارفينها. المهم يظهر سيدنا موسى ويتربى في بيت فرعون
ويخرج منه ويرجع مرة تانية ولكنه نبي. سيدنا موسى رجع مصر عشان يطلب من فرعون خروج بني إسرائيل منها، وفعلا يخرج اليهود من مصر مع سيدنا موسى. سيدنا موسى يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة، الأرض اللي كان عايش فيها جدكم سيدنا يعقوب وأولاده. اليهود رفضوا، قالوا إن اللي موجودين في الأرض شعب جبار مش هنقدر عليه. رد عليهم واحد من اللي بيخافوا ربنا وقال لهم ادخلوا من بابها، لو دخلتوا ربنا هينصركم. رد اليهود عليه كان بمنتهى البجاحة، روح يا موسى انت وربك وحاربوا واحنا هنقعد نستناكم هنا. الجيل ده كان عايش في مصر على الذل والمهانة والعبودية، فما كانش يستاهل النصر او التمكين من ربنا سبحانه وتعالى، فربنا يكتب عليهم التيه في الارض لمدة 40 سنة. جيل عاشوا عبيد وعبدوا العجل وكفروا بمعجزات ربنا. كان لازم الجيل ده ينتهي ويجي جيل جديد من بعده، جيل جديد يعبد ربنا ويجاهد في سبيله. وده اللي حصل فعلا، وقدر اليهود يدخلوا الارض المقدسة. بس وقتها كان معاهم النبي يوشع بن نون، وده الفتى اللي كان مع سيدنا موسى في قصة الخضر. طيب سيدنا موسى كان فين وقت الفتح ده؟ سيدنا موسى كان مات في زمن التيه، مات هو وسيدنا هارون قبل ما ربنا يفتح لبني إسرائيل. اليهود عاشوا في مملكتهم وعمروها. المؤرخين قسموا تاريخ اليهود ل3 مراحل. أول مرحلة كانت البداية وكانت عهد القضاة، كان في حروب بين اليهود واللي حواليهم من وقت للتاني، وبعد كده يجي عهد الملوك ودي تاني مرحلة. وبداية المرحلة دي كانت بسيدنا طالوت وجيشه، الجيش اللي كان فيه سيدنا داوود واللي قتل جالوت. سيدنا داوود حكم بني إسرائيل بعد كده، وربنا يديله النبوة والحكمة، ويجي من بعده ابنه سيدنا سليمان، وده كان العصر الذهبي بتاع بني إسرائيل. ويموت سيدنا سليمان وينقسم اليهود من بعده، ودي كانت المرحلة الثالثة واللي اتسمت بمرحلة الانقسام. ينقسم اليهود لمملكتين، المملكة الأولى في الشمال واسمها مملكة إسرائيل. المملكة دي كانت بتضم 10 قبائل من أبناء بني إسرائيل. المملكة اللي كانت عاصمتها مدينة نابلس، والمملكة التانية كانت مملكة يهوذا، ودي كانت قبيلتين من بني إسرائيل. وكانت القدس العاصمة بتاعتها. اليهود يتعاقب فيهم الأجيال ويكتر فيهم الأنبياء، واليهود يرجعوا لسيرتهم الأولى، يبعدوا عن ربنا ويكذبوا الأنبياء ويقتلوهم، وكمان يحرفوا النصوص الدينية، وكانوا بياخدوا من الدين اللي على كيفهم. من الآخر كانوا بيعملوا اللي احنا بنعمله دلوقتي، أو احنا اللي بقينا بنعمل زيهم للأسف. علشان كده ربنا اتكلم عنهم كتير قوي في القرآن الكريم، ويا ريتنا نسمع كلام ربنا. ربنا قال في كتابه الكريم ان اليهود هيفسدوا في الارض مرتين، وربنا سبحانه وتعالى هيعاقبهم على الافساد ده. في المره الاولى ربنا بعت لهم عقابه، واللي كان نبوخذ نصر كان عدو غشيم ظالم بهدلهم اخر بهدله، استعباد وتشريد وقتل وفضايح تاريخيه، وده كان بسبب بعدهم عن دين ربنا. لكنهم عرفوا ربنا واللي رجعهم تاني. بس ربنا سبحانه وتعالى حذرهم على لسان انبيائه، لو فسدتم في الارض هبعت لكم اللي يخرجكم منها، وان عدتم عدنا. ونفضل كده لحد ما نوصل لسيدنا زكريا وابنه يحيى، واللي كان معاهم في نفس العصر ده ستنا مريم وابنها سيدنا عيسى. في الوقت ده فلسطين كانت تحت حكم الدولة الرومانية. ساعتها اليهود كانوا مفسدين جدا وحاولوا انهم يقتلوا سيدنا عيسى، وكمان قالوا انهم قتلوه. ده غير ان هم اتهموا ستنا مريم بالزنا. يرفع سيدنا عيسى للسماء، واليهود يعملوا ثورة على الدولة الرومانية، فالرومان يبهدلوهم اخر بهدلة. ومن الوقت ده اليهود اتشردوا في الارض كلها. ربنا قال انه هيبعت حد يعذبهم، وانه فرقهم وخلاهم في الارض دلوقتي. هتقولي ان اليهود بقالهم 70 سنة محتلين فلسطين، وال70 سنة دي في عمر التاريخ فترة صغيرة. اليهود كانوا عاملين مشاكل في كل حتة كانوا موجودين فيها، ربا واكل اموال الناس بالباطل، وكمان التفريق بينهم، ده غير نشرهم للدعارة وكل الاعمال الغير اخلاقية. ونرجع للسؤال تاني، هل فلسطين كانت ارضهم ومملكتهم فعلا؟ هقول لك مملكتهم لكن الارض ما كانتش ارضهم. زي الهكسوس كده حكموا مصر ولكنها ما كانتش بلدهم. اليهود فضلوا كتير مستنيين نبي اخر الزمان، نبي هيرجع لهم امجادهم مرة تانية. فكانوا بيقولوا ان نبي اخر الزمان هيطلع مننا وبيه هنحاربكم ونقتلكم. وده علشان تاريخ اليهود كان فيه انبياء كتير، وعشان كده اليهود كانوا قاعدين في المدينة لأنهم كانوا عارفين إن النبي هيظهر فيها. ربنا سبحانه وتعالى غضب عليهم وخلى استخلافه في الأرض الأمة تانية، الأمة الإسلامية اللي المفروض إنها تعمر الأرض كلها. علشان كده تلاقي اليهود بيكرهوا المسلمين كره العمى، وبيدعموا قصاد الإسلام أي اعتقاد تاني. وده اللي حصل مع النبي. اليهود راحوا لقريش اللي بيعبدوا الأصنام وقال لهم انتوا صح، وعلشان احنا عرب ومسلمين فالقضية قضيتنا كلنا. ونيجي للتاريخ الحديث والمعاصر. الدولة الإسلامية كانت في أشد مراحل الضعف بتاعتها، وتخلص الحرب العالمية الأولى وفرنسا وانجلترا يعملوا اتفاقية سايكس بيكو، الاتفاقية اللي قسموا فيها الأراضي بتاعت الدولة العثمانية، ويتنفذ وعد بلفور ويتهجر اليهود للأراضي الفلسطينية. طبعا أتاتورك كان أسقط الدولة العثمانية وأنهى الخلافة وقال للعرب ماليش دعوة بيكم، ده غير مساعدة الشريف حسين للإنجليز واللي كان سبب من اسباب اسقاط الدوله العثمانيه. اليهود ياخدوا فلسطين من الانجليز مقشره، وبعد الحرب العالميه الثانيه تبقى امريكا الحاكم الفعلي للعالم كله. واليهود
بيتحكموا في الاقتصاد الامريكي، فبقت امريكا تحت تصرف اليهود والعالم تحت تصرف امريكا. اما اليهود فدول اجبن خلق الله، وكونهم يتجرؤوا على الجرائم اللي بيعملوها دلوقتي ده مش شجاعه، دول مطمنين علشان عارفين اننا في الضياع، تايهين بين الشهوات والملذات وحب الدنيا. في مقوله منسوبه لجولدا مائير مش عارف مدى صحتها. جولدا مائير قالت: تخافوا من المسلمين لما يبقى عددهم في صلاة الفجر زي عددهم في صلاة الجمعة. التاريخ بيعيد نفسه، واحنا عشنا فترات الضعف قبل كده. اقروا التاريخ وانتوا تفهموا ده كويس قوي. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد عوض، واستنوني الحلقة الجاية. وما تنساش ادخل القناة شوف الحلقات القديمة. سلام.